السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى مشاهدين ومتابعيني في الدنيا، أتمنى تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة كنا محتاجين الطبق الجميل ده في الجو البرد دوت، وإن شاء الله هنسهل على بعض كل حاجة. ويلا بقى بينا يا حبايبي على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. طبعا حاطة حلة على النار، طبعا حاطة ربع كيلو من العدس الأصفر، غسلاه طبعا ومصفيه زي ما انتوا شايفين، واتنين طماطم، واتنين بصلاية صغننة، وقرن فلفل أحمر واختياري، وعشر فصوص من الثوم، وجزرتين وسط زي ما انتوا شايفين اهوت، وطبعا واحدة ماجي طبعا اختياري، ورشة من الملح ورشة من الكمون. تمام كده اهوت. واجيب رتل من المية واغطيه بيها واسيبها على البوتاجاز بقى ايه لحد ما تهمك مع نفسه كده. تمام كده اهوت. تمام، هنزل بس بالمية الإضافة ديت آخر حاجة، واسيبها بقى ايه تاخد تدي مع نفسها على النار. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله عليه اهوت اتحمك جامد اهوت، بس هنسيبه ايه يبرد بس شويه وبعد كده اخده في الخلاط عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. طبعا حاطه طبعا زيت اهوت، وحاطه 3 معالق كبار من الشعريه، حمرتها زي ما انتوا شايفين. وطبعا انا خلطت العدس طبعا في الخلاط ونزلت عليه زي ما انتوا شايفين بالعدس اهو. وقبل ما يخش على سوا نعمل طشه جميله كده بس ليه. طبعا معلقه توم مفرومه على حبه من الزيت، وزي ما انتوا شايفين خليتها لونها اصفر كده اهوت فاتح عشان ما تغمقش ايه وتديني مره في العدس. واروح طشه بيها العدس واديها غلوتين واقفل عليها. تمام كده اهوت. الله عليه وعلى ريحته وجميل، وشايفين جميل ولونه تحفه ما شاء الله عليه. تعالوا بقى نغرف كده الطبق بتاعنا الجميل دوت. الله عليه وريحته بقى تحفه مش قادره اقول لكم عليه، مع العيش بقى المفقع الجميل بتاعنا دوت بقى والبصل الاخضر. تحفه. شايفين الجمال. الله جميل جدا والله ومش قادره اقول لكم على جماله. يلا بقى يا حبايب قلبي جربوا قولوا لي ايه رايكم بقى. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنساش بقى شير ولايك واشتراك في القناه عشان ينزلك كل جديد.